السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض عزومة بسيطة كده، سريعة. حماتي طلبت مني ان هم يجوا يتغدوا معايا، والكلام ده كان قبلها بيوم. فاتصرفت في الحدود المتاح اللي عندي، وعملت الاكل البسيط اللي قدامكم ده. عملنا شوية محشي وصينية مكرونة ورقاق وفرختين شويتهم بطريقة الكبابجي. وكمان عملنا رز بلبن بالمانجا. يعني هنزله لكم في حلقة تانية ان شاء الله. هنشوف الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض وان شاء الله وان شاء الله الحلقة تعجبكم. هنبدأ بالفراخ. الفراخ دول فرختين تقال. غسلتهم ونقعتهم طبعا في محلول النقع بتاعي، اللي هو ملح وميه وسكر وليمون، وكمان قشر الليمون. نقعتهم مش اقل من 6 ساعات في التلاجة. ده فنجان زيت ومعلقتين توم وليمون، والتوابل بقى ملح وفلفل، بهارات لحمة، بابريكا، جنزبيل، كزبرة، والخضار اللي قدامكم ده بقى بصل طبعا وطماطم وفلفل. هنحط الخضار وهنحط الزيت والليمون ومعلقه الثوم الناعم. تدي تست حلوه قوي في التتبيله دي يا جماعه. وهنزل بقى بالتوابل برضو الحلوه دي كلها. يبقى التوابل ملح، هحط الملح دلوقتي اهو. توابل ملح، فلفل، كزبره، بابريكا، حبهان بودر، ورق لورا بودر. هكتب لكم طبعا الحاجات دي في صندوق الوصف. وحبهان بودر، ورق لورا بودر، وبابريكا قلنا، وشويه بهارات فراخ. بهارات فراخ او اللي هي مرقه الدجاج اللي عند العطار دي. ضربنا الخليط ده كله في الكبه بالشكل ده ونعمناه. وهننزل بقى بالفراخ. الفراخ يا جماعه انا مقطعها القطع زي اللي بتبقى عند الكبابجي على الفحم، قطع بالشكل ده بعضمها. هنتبل بقى كده قطعه قطعه. وعند الدبوس الحته اللي تحت في العظمه دي فتحاها، فتحاها في اثناء النقع، عشان لو فيها دم او حاجه ينزل، وعشان الخلطه تتخلل. دي نقعتها في التتبيله مش اقل من 6 ساعات. يعني انا بالليل عملتها وسبتها على رف التلاجة وغطيتها. هنعمل بقى شويه مكرونه بالبشاميل. كانت بصراحه اللحمه متعصجه عندي، يعني كانت اللحمه جاهزه عندي على متعصجه، وكانت محطوطه في الفريزر. بصراحه نفعتني في الوقت ده. طلعتها وعملتها، وسلقت المكرونه، كيس مكرونه للصينيه دي. وهنا حطيت 6 معالق دقيق مع 6 معالق مادة دهنية. هتنزلي عليهم بالسائل 6 كوبايات لبن، وتكملي بشوربة. ما فيش شوربة متاحة يبقى تنزلي بشوية مية دافيين. واللبن يا جماعة يكون دافي او سخن، عشان البشاميل ما ياخدش معاكي وقت. وبعد ما الدقيق اتحمر بالشكل ده، نزلنا بالسوائل وشويه ملح وفلفل، واضربي بالمضرب السلك عشان القوام يبقى معاكي كريمي. لو اتبعتي الخطوات دي هتعملي احلى مكرونه بالبشاميل ممكن تعمليها. لحد ما عملت الفقاقيع دي يبقى هي استوت خلاص، يبقى البشاميل استوى. هعمل ايه؟ هاخد بقى شويه بشاميل احطهم على المكرونه واقلبهم. بصوا السمك بتاعه هو ده السمك المطلوب، عشان ما تبقاش ماسكه وما تبقاش مش حلوه. يبقى مقادير البشاميل تاني: كل معلقه دقيق قدامها معلقه ماده دهنيه، قدامها كوبايه لبن او كوبايه سائل. حطيت نص المكرونه في الصينيه، وحطيت اللحمه، وحطيت النص التاني، وهنزل ببقيه البشاميل على الوش. في ثواني كنت خلصت صينيه المكرونه، طالما اللحمه متعصجه زي ما قلنا. تعصيجه اللحمه احنا كلنا عارفينها وما بتاخدش وقت. خلاص خلصت وقفلت صينيه المكرونه. الوش بالنسبه لي انسي البيض بيدي زفاره مهما حطيتي، وما بيديش تست حلو خالص. انا عن نفسي بحط قشطه، يعني قشطه اللبن حطيتها على الوش بالمنظر ده، مليت الوش كله بالقشطه.
خلطة المحشي كلنا عارفينها. البصلاية هنصفرها في شوية زيت او مادة دهنية اللي انت عايزاها، وتنزلي بعصير الطماطم والتوابل، ملح وفلفل بهارات كمون وشوية نعناع، سيبيها تتسبك. وبعد ما تتسبك خالص تنزلي بالرز والخضرة، خضرة شبت وبقدونس وكزبرة والحاجة مقوراها، وبتنجان ابيض واسود وكوسة وفلفل. دول اسرع حاجة يعني. كنت نفسي اعمل ورق عنب بس للاسف بياخد وقت كبير. اهو خلصت بقى خلصت سوري المحشي. وهنا بقى عملت، انا جايبه لكم يعني حاجات، جايبه لكم الحاجات المهمه من الاكل يعني. الفرخه جايبها لكم بالتفصيل، سوري الفراخ جايبها لكم بالتفصيل. حطيت هنا في الصاج ده ميه، وحطيت الشبكه دي، الشبكه بتاعت الفرن الكهرباء، وهجيب الستيكس بتاع الشيش طاووق، ونفس فكره الشيش طاووق هحط جزر وفلفل، وهحط قطعه من الفراخ دي. جربوها يا جماعه، تحفه تحفه، نفس التيست بتاع الكبابجي. وهندخلها الفرن بقى، هتستوي على بخار الميه اللي طالع من الميه اللي احنا حاطينها دي. وبعد ما تستوي خالص تكوني بقى مولعه فحميتين حلوين، وتحطيهم في طبق، ومعلقه بقى زيت او اي ماده دهنيه تحطيها على الفحميتين، وتكتمي عشان يديكي ريحه الكبابجي. اهو هنعمل كل الكميه بالطريقه دي، فراخ، وهنحط بقى فلفل وجزر. مش عايز تحطي فلفل وجزر بلاش، بس الفلفل والجزر لما تشووا كانوا حلوين جدا جدا بصراحه يعني. حق ربنا الكل عجبه الفراخ بالطريقه دي. اهو بالطريقه دي هنخلص كل كميه الفراخ اهي، خلصتها وهدخلها على الفرن. هتاخد بالظبط من ساعه لساعه ونص. المحشي اهو سويته، وعملت صينيه الرقاق اهي. كنت عامله صينيتين رقاق بس المكان ما كانش مكفي. والمكرونه والفراخ ده شكلها النهائي، طالعين شكلهم جميل جدا، وكمان بصراحه كان طعمهم حلو. الرقاق انا عملته معاكم كذا مره، فما فضلتش ان انا اعمله عشان الفيديو ما يبقاش طويل. عملت شويه سلطه طحينه عشان الفراخ، وشويه ترشي بلدي، والمحشي طالع بالشكل اهو اللي قدامكم ده. الاكل عجبهم جدا جدا. الرقاق كان تحفه، والفراخ كانت جميله جدا، والمكرونه. الحمد لله ان الواحد لما بيعمل حاجه بتعجب الناس، دي احسن حاجه، ده احسن تقدير على تعبك. عملت شويه رز بلبن بالمانجا ده، بس انا هنزله لكم في حلقه لوحده عشان هيعجبكم قوي قوي. ده كانت الحلو مع طبعا فاكهه وعصاير، فكانت الدنيا الحمد لله كويسه الى حد ما. جربوا الفراخ بتاعه الكبابجي او فراخ الحاتي بطريقتي، والمكرونه بالبشاميل. الرز بلبن هنزله لكم زي ما قلنا في حلقه لوحده. جربوا الكام صنف اللي انا عاملاهم دول. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.